ليلى عزيزي رئيسة جمعية سراج النهضة للتنمية البشرية في إطار تقوية قدرات النسيج الجمعوي. قامت جمعية سراج النهضة بالتنسيق مع جمعية شباب المسيرة القيام بدورة تكوينية لفائدة مستفيدات ورشتي الطبخ بمركز الخدمات الاجتماعية السمارة ومركز القرب الاجتماعي بحي المنصب. والهدف من هذه الدورة التكوينية هو اولا هاد المستفيدات اللي كيتكونوا في مجال صنع الحلويات والتدبير المنزلي. الهدف ديالنا انهم نمكنوهم انهم يندمجوا في سوق العمل ويستافدوا من هاد الدوره التكوينيه باش يتمكنوا انهم يخلقوا مشاريع مدره للدخل. وكذلك هذه الدوره كانت كتستهدف حاملي الشواهد التخرج اللي غالبا ما كيتخرجوا سنويا من طرف جمعيه سراج النهضه وجمعيه شباب المسيره، ولكن للاسف هاد المستفيدين بمجرد ما كيتحصلوا على هاد الشواهد انهم ما عندهمش ربما القدرات انهم يتمكنوا انهم يندمجوا في سوق العمل. ولهذا كانت هذه الفكره انبثقت من طرف الجمعيتين بجوج وبدعم من وكاله التنميه الاجتماعيه والتعاون الايطالي اللي كنشكروهم اللي قاموا بواحد المجهود كبير. كذلك كنشكروا الاستاذ اللي انه قام بهذه الدوره واللي انه تنقل كذلك من مدينه الرباط باش كيقوم بهذه الدوره لفائده الجمعيتين. وشكرا. السلام عليكم. مجيد الإبروي، مدرب في التنميه الذاتيه وفي الاداره. يعني كيسعدني بزاف انني نكون مع مجموعه ديال الشباب في هذه الدوره التدريبيه اللي كتمتد على 5 ايام. الهدف ديالنا بشكل كبير هو اننا نعاونهم بحيث انهم يقدروا يكونوا قادرين انهم يبنيوا مشاريع ديالهم ويعرفوا كيفاش انهم ينشئوها من الالف الى الياء، كيفاش انهم يتخطاو كل القيود كل الحواجز والعراقيل اللي ممكن انها تعترض الطريق ديالهم في هذا الاتجاه هذا. يعني لقيت يعني فاجأني بشكل كبير جدا مدى القدرات الهائله اللي عندهم، مدى الامكانيات اللي كاينه الحمد لله متوفره سواء على المستوى التقني على المستوى المهني على مستوى الافكار اللي كاينه. ولكن هذه الامور هذه مع الاسف ما كتبلورش على ارض الواقع على شكل مشاريع حقيقيه. والهدف ديالنا من خلال هذه الدوره هي هذه بالفعل اننا ندفعوا ونشجعوا هاد الشباب انهم يترجموا القدرات ديالهم والمهارات ديالهم على شكل مشاريع مدره للدخل. كذلك عجبني التفاعل ديالهم بزاف، عجبني يعني المشاركه ديالهم، التركيز ديالهم على طول الدوره، وكذلك يعني مدى الاهتمام، مدى الجديه واخذ الامر بجديه وبعزيمه كبيره الحمد لله. واكيد ان شاء الله مع نهايه الدوره غنخرجوا بافكار بمشاريع وبخطط ديال المشاريع. وواثق حقيقه واثق كل ثقه بان من هنا غيخرجوا على الاقل واحد 3 ولا 4 المشاريع اللي تكون حقيقه تترجم على ارض الواقع على شكل مشاريع مدره للدخل، سواء بالنسبه يعني يستافدوا منها هما ويستافدوا منها الناس اللي محيطين بهم. كنشكر بطبيعه الحال يعني الناس اللي منظمين وقائمين على هذه الدوره هذه، جمعيه سراج النهضه وجمعيه شباب المسيره، وكذلك الشركاء ديالهم اللي خرجوا هذا المشروع هذا لارض الوجود. ونتمنى انني بطبيعه الحال نخدم معهم كذلك في مشاريع اخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.